اليوم باش نحكيو على معتز الزدان. اسم عرفته الجماهير التونسية منذ سنوات. اللاعب تكون في أصناف النجم الساحلي وكان من أبرز المواهب الصاعدة في وسط الميدان، لكن قبل ما يفرض روحه مع كابر النجم شد الرحال لأوروبا، وين في سنة 2020 احترف مع نادي فالميرا اللاتفي. كانت أول تجربة ليه خارج تونس باش يكتشف كرة القدم الأوروبية وهو مازال صغير. بعدها مرة أخرى عاود رجع للنجم الساحلي على سبيل الإعارة، وغاديكا وين خاض أول تجربة حقيقية في البطولة التونسية. لكن المحطة الأهم في مسيرته جت في صيف 2022. معتز الزدان يصحح مع التراشي، صفقة عملت ضجة كبيرة برشا، خاصة انه اللاعب جاي من النجم الساحلي وبرشا جماهير من الإيطوال ما قبلش الأخبار هذيا وحستها خيانة، خاصة انه الانتقال كان نحو منافس مباشر اللي هو التراشي. زدان عاش فترات متباينة، شارك في عدة مباريات، أما ما نجمش ينجح باش يكون أساسي بصفة دائمة. هذاك علاش في جانفي 2024 زدان خرج إعارة لنادي المصري البورسعيدي. تجربة في مصر كانت فرصة باش يرجع يلعب أكثر وقت، أما بعد أشهر فقط رجع مرة أخرى للترجي. لكن المغامرة المصرية ما وقفتش، وفي جانفي 2025 زدان يعاود يخرج مرة أخرى لمصر، أما المرة هذية مع إكيبة جديدة اللي هي مودرن سبورت، محطة جديدة حاول يلقى فيها الاستقرار والثقة متاعه. أما الأمور ما مشيتش كما يحب، وين في صيف 2025 قرر يخوض تجربة احترافية جديدة، مرة هذية وجهها كانت العراق مع نادي أربيل. وغاديك بدأ اللاعب يسجل أفضل مستوياته، وين في جانفي 2026 يعاود ينتقل مرة أخرى لنادي الشرطة العراقي. مع الشرطة قدم واحد من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، خاصة أنه شارك في 32 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 3، وأثبت أنه مازال قادر يعطي إضافة وسط الميدان. رحلة طويلة في عمر صغير بالنسبة للاعب شاب، أما اليوم الحديث في الكواليس أصبح عن النادي الإفريقي. عدة أخبار تتحدث عن وجود اتصالات بين اللاعب وإدارة النادي الإفريقي. إلى حد الآن ما فما حد شيء رسمي، زعما يكون الباريكا هي الوجهة القادمة لزدان ولا لا.